تدفع عربة خشبية من فيها، وإذا فيها زوجها المعاق يوجهها يقول لها يمين يسار اتهيد امشي. قلت يا سبحان الله. يقول جيتكم قلت لها يمه انت كم عمرك؟ قالت انا يمه عمري 70 سنة. قلت لها انت عمي؟ قالت يا عمي. وهي زوج؟ قالت زوجي معاق بس هو يرشدني. وين رايحين؟ قالت يمه احنا جايين من البصره ومرينا عند امير المؤمنين وسلمنا عليه وبايعناه وجايين كربلاء. زين ليش رايحين كربلاء؟ قالت رايحين لابو علي لابو السجاد. ليش؟ قالت من يوم احنا صغار نسمع يقولون اذا شئت النجاة. زيارته من أضخم الزيارات جماهيرية وتجمعا وسيطا ودويا. كم هؤلاء مغفلون بسطاء متقوقعون جبناء الذين لا ينقلون هذا الحدث الجماهيري الضخم في قنواتهم. ما أدري ليش، لكن هي القلوب البالية، تلك العقول الخرعة العفلة، إما هنا نقلوا أو لم ينقلوا، تبقى الصورة كبيرة عند الحسين وعند الله. انتهينا من موسم عاشوراء. احسب يا مولاي من ليلة حادي محرم إلى هالليلة كم مرت عليك من المآسي والمصائب التي ذكرها لك الخطباء عن الحسين عليه السلام، ولا تجف دمعتك، وكأن مصابه غضا طريا، كأنه قد قتل بالأمس، قد قتل للتو. قلت لمنذ البارحة أي المحاجر لا تبكي عليك دماء، أبكيت والله حتى محجر الحجر. هي الجنة يا مؤمنين اللي انتم فيها هنا، الجنة نسيمها نسيم الجنة، عبيرها عبير الجنة، أجواها أجواه الجنة. أنتم في جنة الحسين. شيخ يوسف صاحب الحدائق مفخر من مفاخر الطائفة عندما رحل من البحرين إلى كربلاء المقدسة وأقام فيها، كتب وصيته أن إذا مات يدفن عند أمير المؤمنين في وادي السلام في أرض الغريب. جاءه الحسين ليلى في منام قال يا شيخنا جاورتني حيا وتفارقني ميتا. فقال له الشيخ يوسف سيدي ومولاي يا أبا عبد الله إن أباك يكفيني البرزخ. قال أنا أكفيك القيامة يا يوسف. بالك انت تضرك وتغير من عقيدك تفجير حزام مفخخة؟ لا والله، لا والله اللي جايين له اغلى من ارواحنا واعمارنا. عندك مقطوعتين، الاولى ارجحك شوي الى محرم، حتى احنا كنا نقدم للحسين باقة ولا منا، نقول سيدي محرم هكذا سوينا، محرم كان عندنا هكذا، وانت يا سيدي ممن يرد الجميل ونريدك ترد لنا الجميل وما لنا جميل عليك. بيقول شنو الجميل؟ يقول له سيدي ضاقت صدورنا نبغى فرج، نبغى فرج يا مولا. يا أهل البلاد
دول أهل البلاد عندهم طفلة كان عمرها 5 أيام ماتت في قماطها من تلك الغازات السامة. ماتت تلك الطفلة، امرأة، وأقسم لك وأنا بجوار الحسين، امرأة تقول، يقول أنا بكيت عليها، صح أنا ماني أمها ولا خالتها ولا عمتها ولا منديرتها، لكن طفلة خطير في هذا العمر تموت بهذه الغازات السامة. تقول أنا بعد 2-3 ليالي شفتها كأني حاملتنها، حاملة ساجدة هذه، حاملتنها بين يدي وهي تنادي سيدي سيدي سيدي، وكأن صوتا من السماء يقول لها مدللة ساجدة، انت ويا عبد الله أبالك ما ملتفت لك. نرجع إلى ليالي محرم، نقول له سيدي شوف احنا محرم مع الصعوبات مع الخوف أقمنا عليك العزاء. ويلا ايوه حسين، اقول لك يا حبيبي، انسان لما يصرخ بالشارع يقولون له مجنون، هذه اللولة، لكن لما يصرخ في معز الحسين يقول له أنت أعقل العقلاء، أنت أعقل العقلاء لأنك تصرخ على الحسين. والصادق عليه السلام يدعو لكم أيها الإخوة، يقول اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس في محبة أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الخدود التي تعثرت على تراب قبر أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت. بس ما محرم علينا للبس الأسود للعزا ونخلع الزينة على ريدكم. من يوم حادي تبتدعنا الفجيعة ونبكي على الليل ذبحته أحيا الشريعة، وروض الإسلام ممن حار رضيعة، والكل يواسم دمعة الزهر الحزينة. وبيوم ثاني حسين يرحل عن الأوطان، يودع الزهراء والحسن والنبي، عدنان ونيران قلبه يشتعل يا خلوق نيره، يترك محمد والعليل في المدينة. لين قلبك عليه. وبيوم ثالث ينقطع حجه المبرور، ويطلع بيوم التروية هايم بالبرور، ويصيح حجي يا خلايق يوم عاشور قربان حجي منحر اللي ينحرونه. وويلا
وبيوم رابع خبر مسلم يوصل حسين ويحضن حميدة وتسأل وين الأبو وين، وما يريد عليه جواب إلا دمعتين العين. مسلم بسوق الغنم جسمه يسحبونه، وخامس ابو السجاد يتحير حصانه يلتفت لاصحابه ويسأل عن مكانه، يقولون للطفوف وينزل اضعانه، يوصف اليهم مصرع اخوانه وبنينه، وسادس محرم في يوصل شيخ الانصار وتطلع بني هاشم عليه صغار. ويلاه ويلاه، اذا جيت تسلم على حبيب انصحك وهي من اخوك، قل له سجلني سنة الجاية عند الحسين اجي، لان هذا بواب الحسين. وسادس محرم فيه يوصل شيخ الانصار وتطلع بني هاشم الى بصغار، يوصل بهيبه وبحفاوه على ابو الاحرار، يسلم على المظلوم ويقبل جبينه. ولا باب الحوائج. وسابع محرم حق شديد العزم والباس، ساق العطاش صاحب الصلاة، نبكي على جفوف القطيعة وضربة الراس، نتذكر السغاب اللي طف نور عينه. يا أهل البحرين، يا أهل البحرين، اذكروا إرسانكم بالقاسم، عندكم شبان استشهدوا وما عرسوا، وعريس عندنا ثامن محرم بكل عام، وكله بكثير نشيل جلوة عرس جسام، ونزف ويا حسين والحورة والأيتام، ساعة وعما يجيب راسه شاطرينه. ولا لما تسلم على الحسين التفت لي طالعني مولانا، ألا تقل السلام على الحسين وبعدين شنو؟ وعلى علي بن الحسين. علي بن الحسين عندك قدمه يا أبي عبد ولا وتاسع إلى الأكبر شبيه النبي الهادي، نتذكر مفروض مع بين نبكي عليه ضم الضعب ضرب الهنادي، نذكر بطول شلون متمدد وليمه. ويلاه ويلاه ويلاه، أرجوك إذا عندك دمعة شديدة أرجوك لا تبخل بيها. وعاشر محرم ما جرى مثله ولا صح، ايش ما حد ناعي وياه. عاشر محرم
عن جسمه الكفار وصدره يرضونه وظل مرميه بالأوعار ولا يضربوهم غبيته يحرقونه يا حسين بلا اشوف هناك دماء مختزله ما جرح البيت ليش؟ اعيدها يا مولاي شيلوها عاشر محرم ما جرى مثله ولا صار يفصلون راس حسين عن جسمه الكفار صدره يرضونه سيدي لو كنا نستصعب الضرب على بناتك ونقول ضربوا زينب وضربوا سكينة ورقية إلى أن راوتنا الدنيا كيف تضرب نسواننا وبناتنا راوتنا الدنيا لا كان يقول لك الإحسان شوف يجري عليك ما جرى عليه ولا ولا يضربوها بيت يحرقونه وليلة 11 ما حشب ولية الظلة فيها تضيع ايتام ونار توجر خيام ومن الصبح يرحال ضعن زينب الى الشام من غير ابو اليمه ولا حامل ضعينه في بيت قلوب قلوب المؤمنين لما يقرون الخطبه. اقرأ لك يا مولا. انا ضيعني ابن امه وخلاني غريبه لا اهل عندي لا بلد يمي قريبه أنا مو تعبان وأبذل مهجتي للحسين معك، لكن أريد أسأل كل الزوار اللي جايين يسمعون الليلة، هل منكم من استأذن على الحسين؟ أنا ما استأذنت والكثير ما استأذن. قال لأن جيت كربلة متلهفة تدخل الشباك وما ملتفت شيء اسمه استئذان، أريد بس أشوف شباشة وأصرخ مع الذين يصرخون لبيك يا حسين.